أحد نجوم المنتخب المغربي يتلقى اهتماما جديا من أحد الأندية الممارسة في الدوري الإنجليزي الممتاز. يتعلق الأمر بداية باللاعب زكريا بوخلال مهاجم نادي تولوز الفرنسي الذي يقدم مستويات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث سجل في الشهر الماضي 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة مع الفريق الفرنسي في مختلف المسابقات. وفي هذا الصدد أشارت تقارير إنجليزية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي الممارس في البريمير ليج مهتم بشكل جدي للغاية بخدمات زكريا بوخلال، ومن المتوقع أن تقدم إدارة الذئاب عرضا رسميا لإدارة تولوز في الميركاتو الشتوي القادم من أجل انتداب اللاعب، لكن هنالك بعض التفاصيل التي قد تجعل زكريا يرفض هذا العرض المحتمل، وهو أن نادي وولفرهامبتون يمر من فترات صعبة ويحقق نتائج سلبية، وأصبح منذ الآن مهددا بالسقوط لدوري الشامبيونشيب الإنجليزي إذ استمرت النتائج السلبية. وإذا انتقل زكريا بوخلال إلى هذا النادي في منتصف الموسم فهو قد يعرض نفسه لإمكانية أن يلعب الموسم القادم في الدوري الإنجليزي القسم الأول. وبالإضافة إلى نادي وولفرهامبتون فإن ذات المصادر الإنجليزية أشارت إلى أن زكريا بوخلال يثير اهتمام أندية أخرى متوسطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.